السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام شذا. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل العيش بالزبادي. يعني ايه يا ام شذا؟ الوصفة بتاعتك دي، وصفة العيش بالزبادي دي بقى مش قادرة اقول لكم. وصفة جميلة، وصفة تحفة جدا وسهلة وبسيطة، والنتيجة تحفة. شايفين انا بفتح العيش ازاي جميل وقابب وجميل؟ تقدري تحشيه من جوه اي حاجة. والله العظيم والله العظيم العيش ده يتاكل حاف 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 كده. مش عاوز اي حاجة معاه. كان الطعم خيال. عيالي وجوزي قالوا لي تسلم ايدك يا ام شاذ. طيب تعالوا كده نصلي على الحبيب المصطفى ونشوف المكونات بتاعتنا ايه. المكونات بسيطة وسهلة ومعاه، وفي كل بيت وفي قلب مطبخك. مش هتشتري حاجة من بره ولا هتتكلفي كتير. ما عندك دقيق حوالي كوبايتين دقيق، وعلبتين زبادي، وشوية لبن رايب كده كانوا عندي، كنت عاملاهم بلدي على ايدي كده. قمت جايبة معلقتين منهم. والخميرة كيسان خميرة، مزودة الخميرة شوية علشان خاطر الدنيا ساقعة ويخمر معانا بسرعة. تمام. وملح وسكر. في اي حاجة اظن بقى مطبخنا ما بيخلاش من الحاجات دي. في نقطة، المية بتاعتنا لازم تكون اسفة دافية يا حبايب قلب. يعني ما تبقاش سخنة قوي، الخميرة بتبوظ الخميرة بتاعتك، وما تبقاش ساقعة قوي علشان الخميرة ما تبصش طبعا. هنعمل ايه بقى؟ حطيت معلقة سكر، معلقة ونص كده، ونص معلقة ملح. يعني الملح يبقى بسيط. وهقوم بعدين هقوم ضايفة الخميرة، كيسان الخميرة بتاعتنا، ونقلبها. ونقوم راكنين الخميرة بتاعتنا على جنب لما تخمر. تخمر ازاي يا اما شاذة؟ تلاقيها علت كده وملت الكوباية دي. طبعا هي هنا مش مالية كوباية، او ساعة ما تخمر هتلاقيها ملت الكوباية وبقت حلوة اوي. تمام. هنقلبهم. انا حطيت هنا اكياس الخميرة، هنقلبها بقى كويس قوي علشان زي ما قلت لكم نركنها. العيش دي يا جماعة بيبقى جميل جدا وبيبقى طعمه حلو. والله العظيم مش قادرة اقول لكم، وانا كنت بخبزه العيال كانوا قاعدين ياخدوا كل شوية، الا اعمله الا اطلعه يوم هم واخدين. يا جماعة اصبروا شوية، يا دوبك نهضت كده كام رغيف عشان اصورهم معاكم. جبت الدقيق بتاعي وحطيت عليه علبتين الزبادي. في ناس يا جماعة بتحط بيكنج باودر، انا ما حطيتش عليه لا بيكنج باودر ولا بتاع. واستكفيت بايه؟ بالخمير. تمام. لو هتيجي تدوري الوصفة ديت بسيطة خالص، ما بتاخدش منك اي وقت ولا مجهود ولا فلوس. تمام. عندك الدقيق تقدري تعمليه. اظن ما فيش مطبخ بيخلى من الدقيق طبعا يا جماعة. حطيت هنا الزبادي وقلبتهم كده. انا هعجن العيش ده، هعجنه في العجان. ليا مشازة لان ايدي بتوجعني بصراحة. وهحطه في العجان. انت ما عندكيش عجان، تقدري ايه؟ تقدري ايه؟ تقدري تعجنيه على ايدك. تمام. وكل سنة وانتم طيبين يا رب. طبعا انا قلبته شوية كده، وبعدين هضيفه في العجان. يلا احنا ما صلناش على النبي بقالنا شوية كده، ما صلناش على الحبيب المصطفى. نصلي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الامين. طبعا انا حطيته في العجان هنا اهوت، وببقى احط عليه ايه؟ المية. و... وهو شغال كده. بحط المية على فترات يا جماعة، واحدة واحدة عشان ما تبقاش العجينة مرقة مني. طبعا لما هو اتعجن شوية، قمت انا رايحة جاية ايه؟ جايبة شوية زيت وحطهم عليه. تمام. العجين اتعجن معايا اهوت وخمر. شايفين يا حبايب قلبي؟ هبدأ بقى ايه؟ ان انا اقرصه، اعمله كور صغيرة كده، واحطها في طبعا قرصت العيش كده، عملته كور صغيرة كده. زي ما انتوا شايفين. اخلص الكمية وارجع لكم تاني. قرصت الكمية كلها هيت زي ما انتوا شايفين. وبعدين هبططها بقى، اعملها زي يعني ايه؟ الرغيف لازم يبقى سمكه حوالي 2 سنتي كده، علشان يبقى معاكي حلو. لان احنا بنبططها، وبعد ما ببططها بحطها على قماشة وبغطيها، بسيبها شوية
على ما تخمر شوية، يعني ايه سيبها حوالي 10 دقايق بعد ما بتبططيه، بس لازم تغطيها علشان ما ينشفش معاك. تمام. وبعد ما بتسيبيه يتبططيه وتخلصيه وتسيبيه على الصينية شوية، تبدأي تسخني الطاسة بتاعتك على البوتاجاز على نار هادية مش عالية يا جماعة. وبعدين تحط عليها على طول، بتلاقيه قب معاكي وبقى جميل اوي اوي. طبعا هنا انا ببطط معاكم رغيف علشان تشوفوا السمك بتاعه زي ما انتوا شايفين كده. حطيته هنا، سخنت الطاسة كويس قوي، وبعدين قمت حاطه الرغيف. اول ما بتلاقيه عمل فكاكه صغيرة كده، تقوم رايحة قلبة العيش على طول. طبعا معلش لان التصوير مش قد كده، لان انا كنت بصور نفسي، فما كنتش مالكة الكاميرا بتاع التليفون وانا بصور. او طبعا زي ما انتوا شايفين قابب ازاي وشكله جميل ازاي. اه طبعا بوريكم اهوت، قابب من جهتين وحماره جميل اوي اوي والله العظيم. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، كله العيش والله العظيم قب وكان شكله جميل اوي، وطعمه كان اجمل واجمل. بتقلبيه. بصوا انا كنت بقلب الرغيف حوالي 4 مرات علشان يحمر من الجهات كلها، ويبقى معاكم النتيجة زي ما انتوا شايفين كده، ومستوي من جوه ومفتح، وكان العجينة مفتحة من جوه وجميل. يا ريت بقى لو وصلت معايا الفيديو لحد هنا ما تنسنيش باللايك والتعليق الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. شايفين النتيجة بقى؟ بسم الله ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة، كله قابب ومفتح من جوه وجميل جميل جميل ما شاء الله. بقولكوا العيال كانوا بيخطفوه مني كده وانا بخبزه والله على البوتاجاز. يا دوبك نهضت الرغيفين دول كده علشان اصوره معاكم بس. يلا بقى ما اسيبكم شوية واقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.